أي سؤال بيجيلي على التعليقات من حضراتكم بيتم الرد عليه في منتهى السرعة الحمد لله. يعني في بعض الأسئلة بيبقى محتاج مزيد من التوضيح بالنسبة للسائل السؤال، أو بحس إن الإجابة بتاعت هتبقى طويلة شوية ومحتاج إن أكتر عدد ممكن من السادة المشاهدين إن هم يشوفوا، لأن بيكون موضوع عام يعني بيمس أكبر قطاع كتير جدا من الأسر. عشان كده حبيت إن أنا أخصص للسؤال اللي جالي من يومين تقريبا الفيديو ده، وإن شاء الله بإذن الله يكون فيه الحل الناجع والناجح بإذن الله لكل الحالات المرضية. حضرتك شفتي المعلومة إن شاء الله هتعرفيها دلوقتي إن شاء الله والحل بتاعها. ما توقفش المعلومة عندك وحاول تنشرها لأكبر عدد ممكن من حبايبك ومعارفك عشان إن شاء الله تدل على خير كفاعله. سؤال المشاهدة الكريمة، وعلى فكرة السؤال ده كتير جدا جدا من الأمهات بيتوارد إلى ذهنها. يعني الإجابة هتكون طبعا بالنسبة ليها وبالنسبة للجميع اللي عنده نفس المشكلة. معلش يا جماعة الموضوع طويل شوية فأنا بقيت متحير، يعني أقسمه على فيديو واحد ولا على أكتر من فيديو، بس حبيت إن أنا أعمله فيديو واحد عشان الموضوع يبقى وحدة متكاملة. وإن شاء الله يعني هحاول بقدر المستطاع إن أنا يعني أبسط لكم الموضوع، فمعلش استحملونا شوية في الفيديو ده. هو السؤال كان بنوتة أمورة لطيفة خالص عندها حوالي 7 سنوات، وزنها 15 كيلو ونص. نركز يا جماعة مع بعض كده في الأرقام عشان كل رقم له القيمة بتاعته هقول لكم عليها دلوقتي. يبقى بنوتة عندها 7 سنوات، وزنها 15 كيلو ونص، وطولها 105 سنتي. بتعاني من إمساك مزمن تقريبا كل 3 أيام على الأقل، ممكن أكتر من 3 أيام بتدخل الحمام. طبعا المشكلة دي بقى لها على كلام الأم يعني بقى لها حوالي 6 سنوات ولا حاجة. البراز بيكون أحيانا صلب وأحيانا بيكون محجر، وطبعا بيكون مؤلم جدا بالنسبة للطفلة. قبل ما نحلل ونقيم الحالة دي، في حاجة يا جماعة عندنا اسمها البودي ماس اندكس او البي ام اي. ده رقم بنحسبه من الوزن والطول بتاع الطفل عشان نعرف اذا كان وزن الشخص او وزن الطفل يعني مناسب للطول بتاعه ولا لا. بيتحسب ازاي يا دكتور محمد؟ بيبقى الوزن بالكيلو جرام على الطول بالمتر، يعني طول في الطول. فلو مثلا مسكنا الحالة دي هنقول ان الوزن بتاعها كام؟ 15 كيلو ونص. برافو عليكم. طيب هنقسمها على كام؟ على متر و5 سنتي في متر و5 سنتي اللي هو الطول بالمتر المربع. هيطلع كام تقريبا؟ هيطلع رقم حوالي 14 نقول 14. وده رقم يا جماعة قريب جدا من الحد الأدنى للوزن الطبيعي. قريب جدا من الحد الأدنى للوزن الطبيعي، يعني الطفلة نحيفة إلى حد ما. أول حاجة بنعملها أما نيجي نقيم حاجة زي كده، حالة زي كده، لازم أول حاجة نستبعد الأسباب العضوية اللي هي بتخلي الطفل عنده إمساك مزمن. زي الأسباب العضوية؟ مثلا قلة شرب المية. أنا قلت في فيديو قبل كده إن الطفل لازم المية دي في غاية الأهمية، يشرب من 1.5 لتر للترين على الأقل على مدار على مدار اليوم، صيف شتاء طبعا، يعني ممكن نزيد في الصيف. يبقى قلة شرب المية. والألياف. الألياف، أيوة الألياف دي كلمة السر يا جماعة. الألياف دي عبارة عن عبارة عن أكل نباتي ما بيتهضمش كله في المعدة، فبيساعد على حركة الأمعاء الطبيعية، بينظم لنا عملية البراز وبيحافظ لنا على صحة القولون.
زي ايه بقى الاكل النباتي ده؟ مثلا هنقول مع بعضينا مثلا من حسب الخضروات، هنقول زي الجزر، زي الخيار، زي البروكلي، زي الكوسة، زي البطاطا الحلوة، زي البسلة، زي السبانخ. اكيد طبعا الاطفال هتحب صنف او اتنين من الست سبع اصناف اللي انا ذكرتهم دول. ده بالنسبة للخضروات. بالنسبة للفواكه بتكون التفاح، عندنا الكمثرى، عندنا الموز، عندنا البرتقال، عندنا الكيوي، عندنا الجوافة، عندنا التين، عندنا التمر. يبقى اتكلمنا عن الخضروات وكلمنا عن الفواكه. نتكلم على حاجة اسمها الحبوب الكاملة. الحبوب الكاملة زي الشوفان، زي الخبز البلدي الأسمر بتاعنا الجميل، في الكورن فليكس برضه، وفي نوع من أنواع الرز اللي هو الرز البني، ده موجود يعني مش كتير بس موجود. ده بالنسبة للحبوب الكاملة. بالنسبة للبقوليات عندنا العدس، عندنا الفاصوليا، عندنا الحمص، عندنا اللوبيا. بس نخلي البقوليات دي اللي انا ذكرتها يعني بكميات صغيره شويه بالنسبه للاطفال، عشان بس ما يحصلش عندهم غازات وانتفاخ. بس في نقطه مهمه مع الالياف دي يا جماعه، لازم الطفل يشرب ميه كتير، يشرب ميه كفايه، لان الالياف بدون ميه بتؤدي الى زياده الامساك. يبقى لازم الطفل ياخد الالياف، ياكل الالياف الحاجات اللي فيها الياف، وفي نفس الوقت يشرب ايه؟ يشرب ميه كتير. هنخلي الالياف دي جزء، الالياف اللي انا ذكرتها دي كلها في كل الاغذيه هنخليها جزء من كل وجبه، مش مره واحده كده وخلاص في اليوم، لا هنخليها جزء من كل وجبه بياكلها في اليوم بتاعه. يبقى ذكرنا في الاول ان احنا لازم نستبعد الاسباب العضويه، تمام؟ طيب وقلنا اللي هي قلة شرب المية والأكلات اللي هي فيها إيه؟ فيها ألياف. تاني حاجة الخوف من دخول الحمام، طبعا لأنه مرتبط في ذهن الطفل بمدى الألم اللي هو بيبذله والمعاناة في عملية الإيه؟ التبرز. فبيضطر يعين الطفل إن هو يمسك نفسه، مش عايز يخش الحمام عشان مرتبط في ذهنه بموضوع الايه؟ الالم والمعاناه اللي هو بيعانيها في عمليه الايه؟ التبرز. فالام بتحاول ان هي تطلب من الطفل بتاعها، حبيبي مثلا ادخل الحمام، يقول لها لا مش عايز، وهو عايز بس هو ايه؟ بس هو خايف. يبقى ارتباطه بذهنه الحمام ده مرتبط بالايه؟ بالالم والمعاناه اللي هو بيعانيها في موضوع عمليه التبرز. ممكن يكون قعدته في الحمام مش مريحه، يعني الحمام مثلا احنا في الشتاء والحمام ساقع طبعا طبيعي يعني، او بيكون اللمبه مثلا بتاعه الحمام ولا حاجه مثلا محروقه، او ضوء ضعيف ولا حاجه فبيكون ايه؟ ضلمه. او بيدخل الحمام وبيغيب شويه واخواته يقعدوا ايه؟ يخبطوا عليه، او باباه او مامته يخبطوا عليه، يلا يلا يلا، عشان هم مثلا عايزين الايه؟ عايزين يدخلوا الحمام. فبيضطر الطفل ان هو يمسك نفسه لساعات طويله من غير ما يدخل الحمام. ده بيخلي ايه؟ بيخلي البراز بتاعه يجف اكتر واكتر، ولما يجي بقى يدخل الحمام في الوقت اللي هو الحمام فيه فاضي، بيلاقي الألم ايه؟ عنده بيزيد، وبالتالي في خوف من دخول الحمام، وندخل بقى في ايه؟ في دايرة مغلقة، خوف، ألم، إمساك، نفضل ماشيين ايه؟ في حلقة مفرغة كده، خايف يدخل الحمام فبيحصل له الا ايه؟ عشان مرتبط بالألم، والألم بالتالي يحصل له ايه؟ يحصل له إمساك. طب ليها حل موضوع الحمام ده يا دكتور محمد؟ ليها حل طبعا. اول حاجة حضرتك ما تزعيش، وتنبيه على كل اخواته طبعا وباباه وكله البيت، يعني ان هو ايه؟ ما يستعجلهوش وما يزعقوش ليه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، دايما تشجعيه بعد كل وجبة ان هو يدخل الحمام ولو 5 دقايق، حتى لو 5 دقايق، حتى لو مش عايز برضو شجعيه ان هو يدخل ايه؟ الحمام. نمرة 3،
عشان القعدة تبقى مريحة وهو قاعد في الحمام وقاعد كويس وضاغط زاوية كده يعني 30 درجة تقريبا، بتحطي مسند او اي حاجة مثلا ولا حاجة تحت رجليه عشان يضغط على نفسه على نفسه صح. رابع حاجة او خامس حاجة، ممكن ان احنا مثلا نعطر له الحمام، نرش له رش كده جميل، سبراي ريحته كويسة، او يدخل مثلا بلعبة بسيطة، او نشجعه في عملية دخول الحمام بلطف وحنان. يبقى اتكلمنا عن اول بالنسبة لاستبعاد الاسباب العضوية اللي هي قلة شرب المية خلصناها، وتناول الالياف الغذائية يعني خلصناها. تاني حاجة اتكلمنا عنها اللي هو الخوف من دخول الحمام. تالت حاجة هنتكلم عنها اللي هو قلة النشاط البدني. قلة النشاط البدني، الطفل ما بيتحركش، قاعد على طول، يا اما بيتفرج على التلفزيون، يا اما قاعد على الموبايل، يا اما قاعد على البلاي ستيشن، يا اما قاعد على الكمبيوتر، يعني الحركة بتاعته. الامعاء عزيزة الام دي بتتحرك مع حركة الجسم، هي عضو من الجسم، فما يجي الواحد يتحرك، يجري، يلعب، يتنطط، الحاجات دي كلها طبعا كل جسمه بيتحرك، وبالتالي الامعاء جزء من عضو من اعضاء الجسم فهتتحرك. يبقى طبعا بالتالي الامعاء اما تشتغل هتساعد الفضلات ان هي تخرج بسهوله. انما تخيل طفل قاعد كده على طول قدام مثلا شاشه ولا قدام تلفزيون، بلاي ستيشن، تلفزيون، اي حاجه، من غير رياضه، من غير حركه، ايه اللي هيحصل؟ جسمه بيكسل، وبالتالي الامعاء برضو بتكسل، وده اللي بيخلي البراز يجف ويتحجر في القولون، وتبقى اول دايره في دايره الامساك المزمن. رابع حاجة هنتكلم عنها لو كان مثلا الطفل ذات نفسه يعني عنده قصور في نشاط الغدة الدرقية، وده طبعا بيتعرف بالتحليل يعني عشان لو الغدة طبعا كسلانة، الأمعاء هتكسل برضو هتكسل معاها، أو نسبة الكالسيوم وفيتامين د عنده فيه مشكلة، لأن أي نقص في نسبة الكالسيوم بيعمل ضعف في العضلات، وطبعا بالتالي عضلات القولون. ممكن برضو نعمل له تحليل براز كامل عشان لو في ديدان او طفيليات او دهون زيادة، فده معناه ان هو في سوء امتصاص بالنسبة للطفل. طيب انا عملت التحاليل دي كلها دكتور محمد، وطلعت الحمد لله كويسة، بطن التحليل البراز كويس، نسبة الكالسيوم طبيعية، فيتامين دي طبيعية، مفيش الحمد لله عنده مشكلة في الغدة الدرقية. نخش بقى على خطة التغذية والعلاج. انا عملت لكم جدول اسبوعي من الصبح لحد بالليل، في يعني من ايام الاسبوع كلها، اللي الاكل المفروض ان هو الطفل محسوبة بدقة وبعناية الجدول ده بالنسبة للأطعمة. طبعا الجدول طويل شوية، فأنا هصوره يعني وانزله لكم في التعليقات عشان ما ياخدش وقت في الكلام معانا في الفيديو يعني. الغرض طبعا من الجدول الغذائي ده ان احنا نحسن حركة الأمعاء، وما تتحسن حركة الأمعاء وعملية الهضم والامتصاص والحاجات دي كلها، والطفل طبعا هياكل، مش هيخاف من الأكل، هيبدأ الوزن بتاعه يزيد بالتدريج. بس في نصايح عامة في غاية الأهمية، اللي هي لازم يا جماعة شرب المية كل ساعتين، كل ساعتين، اعتبريها كأنها علاج يعني، كل ساعتين يشرب كوباية مية، كل ساعتين يشرب كوباية مية، اعملي له جرس كده أو منبه بحيث ان هو كل ساعتين يشرب كوباية مية. يوميا لازم نص ساعة حركة خفيفة يوميا، عشان احفز حركة الامعاء، يجري في الشقة، يجري في الشارع، يجري في السطح، يجري في اي حتة، المهم ان هو يتحرك. الحركة دي في غاية الأهمية بالنسبة للطفل. ما تكتفوش جنبك مثلا ولا حاجة، لو اتحرك وكسر حاجة والحاجات دي كلها عادي جدا، بس المهم الهدف الأسمى ان هو ان شاء الله يتحرك، وبالتالي تتحرك الأمعاء معاه. في بعض طبعا الأطعمة اللي هي بتسبب الإمساك دي، فهنحاول نتجنبها طبعا خالص، زي الشاي والنسكافيه والبطاطا، اي حاجة مقليات بقى كلها اللي هي بالزيوت والحاجات دي كلها، والرز الابيض برضو، الكلام ده كله هيبقى مفيش منه كمية كبيرة.
اكل الشارع، المأكولات اللي هي سابقة التجهيز، زي مثلا الشاورما، زي الهمبرجر، زي الحاجات دي كلها، كل الكلام ده كله من الحاجات اللي هي مسببة للإمساك. فطبعا دي من ضمن النصائح العامة اللي هي لازم نتجنبها تماما. يعني الخلاصة بالنسبة لحالات الإمساك المزمن كلها بدون استثناء، طالما استبعدنا الأسباب العضوية، هنلخصهم كده في النقط تاني. الكلام اللي احنا قلناه يبقى هخلي الطفل يشرب ميه كل ساعتين، بيشرب كوبايه ميه. بعد كده لازم الالياف دي اللي احنا قلنا عليها من حيث الخضار والفواكه والحبوب الكامله، لازم الحاجات دي كلها تكون جزء من كل وجبه، مش مره واحده في اليوم كده وخلاص، لا، جزء من كل وجبه احط فيها حاجة تانية ان انا بحفز طفلي على دخول الحمام بعد كل وجبة، واخلي الجو اللي هو داخل فيه الحمام جميل، مفيش مشاكل، مستريح وهو قاعد على قعدة التواليت، مفيش زعيق، مفيش شخط فيه، مفيش تخبيط على الباب، مريحاه. كمان لو كان هو قصير شوية او كده بحط له حاجة تحت رجليه بحيث هو يبقى قاعد قاعدة كويسة، وضاغط هو على على الامعاء وهو قاعد. النشاط البدني طبعا لازم يوميا على الاقل نص ساعه، ان هو بيجري وبتنطط والحاجات دي كلها دي في غايه الاهميه عشان تتحرك بالتالي حركه الامعاء. والنظام الغذائي بقى اللي انا هنزله لكم دلوقتي ان شاء الله في التعليقات، ده طبعا لو مشينا عليه وكلها حاجات بس مختاره بدقه وعنايه. الحاجات دي كلها ان شاء الله اما تنزل وتلتزموا بيها، اوعدكم باذن الله طبعا سبحانه وتعالى قبل كل شيء شهر 30 يوم، لو حضرتك التزمتي باللي انا قلته ده في الفيديو، شهر 30 يوم وهتنتهي مشكله الامساك المزمن دي طبيعي 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 طبيعي، هتبقى الدنيا كلها مظبوطه. ممكن في بعض الاوقات بس ما تستعجليش ان احنا بنستعمل مثلا شراب زي اللاكتولوز ولا حاجه، بس ان شاء الله مش هنحتاجه حتى كمان. هو بيتاخد من 5 ل 10 سم وسط الاكل او بعد الاكل مباشره 3 مرات في اليوم. ممكن نزود او ننقص على حسب على حسب تبرز الطفل نفسه. اعتقد كده ما كانش ينفع ان انا ارد على سؤال المشاهدة الكريمة اللي شافت الفيديو بكتابة، فلأن الإجابة طبعا زي ما احنا شايفين موضوع كبير جدا وفي غاية الأهمية وبيمس أسر كتير جدا الحقيقة في المنطقة العربية كلها. فأتمنى إن شاء الله تكون الإجابة شافية ووافية. الحمد لله. كان معكم دكتور محمد اليماني وقناتكم طبيب الأسرة.